الحب ايه اهميته في حياتنا؟ الإعلام والأفلام العربي فسدت الكلمة دي، لأن أوحت إلى الشباب أن الحب لوحده. امال الحب لمين؟ يا الحب لله، يا سلام، ولرسوله، الله، ولأصحابي، ولأهلي. هو ده الحب. وبلدي ومراتي. حلو. إنما الحب مش راجل وست، لكن الأفلام أوحت للولاد كده. تعرف سيادتك ان الحب لما جه في القرآن جه في العلاقة اللي بين ربنا وبين صح. قال يحبهم ويحبون. لا. يا سلام. وهو كمان قدم حبه لهم على حبهم له. لا، ولما قال بقى العلاقة بين راجل وست نكس الحب. قال شغفها حب. يا سلام يا دكتور حسام. الله عليك. يعني خلى الحب مش حلو. امتى؟ اما يكون راجل وست. انما الحب لله بس الناس تجربه. دافع وطاقة. هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. انا معايا شنطة تمام، عايز اوديها اسكندرية، فبقول له واحد لو سمحت تودي لي الشنطة دي اسكندرية. ماشي، هوديها لك، يلا تحمل السعب وكده. في واحد تاني بتقول له الشنطة يا قال لي قوي عينيا الاتنين بس كده. ده انت تؤمر. انت كنت رايح اسكندرية؟ لا مش رايح، بس هروح عشانك الصلاة كده. الله. واحد بيأدي الاتنين ودوا لي اسكندرية، الاتنين ودوا الشنطة، بس واحد وداها بحب وواحد غصب عنه. الصلاة كده. هتصلي الظهر؟ هصلي الظهر، حاضر. تدي ولا حس هو ليه ولا عمل ايه. تاني بحب. السؤال اللي حضرتك بتسأله الحب. ايوه. انك تحب رمضان جاي، يا 30 يوم يا رب يبقى 29 رمضان، والتاني بيرقص ان رمضان جاي. سلام. الحج، واحد كل سنة عايز يحج كل سنة، والتاني انا لازم ادي الفريضة عشان يوم القيامة ما تحاسبش. ففي فرق كبير جدا بين واحد بيأدي عبادة بحب وبيأديها تأدية واجب. يعني حضرتك عايز تقول لي اللي بيأديها بحب بيهون عليه الصعب. يا سلام. الحج ده مشقة وجهاد. ده انا عايز اكلم حضرتك عن الحج، لان انا عارف ان حضرتك لما بتتكلم عن المناسك بتتكلم بشكل مختلف خالص. اقول لحضرتك انا بفضل الله طبعا ربنا قال ليبلوكم ايكم احسن عمل، مش اكثر عمل. صحيح. بس انا حجيت 44 مرة. ما شاء الله، لا قوة الا بالله. ما شاء الله. انا كنت طفل سني 9 سنين وابويا طالع يحج فشبطت فيه والله العظيم. يعني اول حجة وانت حضرتك عندك 9 سنين؟ لا ما روحتش معاه. لا، ده زعق لي. اتلم يا ولد، ايه تيجي تحج وانت 9 سنين؟ امشي. واحنا بنوصله كان رايح بمركب، فاحنا في السويس وبعيط وبرفص في الارض وخلاني وعمامي شالوني، واحنا بنوصل ابويا بقى. اول حاجه كان سنه 56. رجعت البيت جبت حصاله وكتبت عليها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وبقيت احط فيها ارسال كل يوم. الله. حجيت بالحصاله دي 44 مره. ليه؟ النيه. دي قصه كبيره دي يا دكتور حسين. والله هذا حصل، اقسم بالله العظيم هذا حصل. النيه. انا اقول لحضرتك انا بحج ليه كتير. ايوه، عايزين السر علشان احنا. ما انا هقول لك السر بقى، واول مره اقوله يعني. دلوقتي مين اللي ما عجبوش خلق ادم؟ ابليس. برافو. لا، الملائكه. لما سالوا ربنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. قال اني اعلم ما لا تعلمون. نعم. هم كانوا بيسالوا بيستفسروا ليه الخلق. احنا ما قصرناش في حاجه. ليه بتخلق واحد تاني؟ تمام. سبحانك الله يا رب. ربنا بيثبت لهم انهم غلطانين. بيعمل حفله كل سنه يوم في السنه عرفه. ايوه. ايه دواعي كلمة اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم؟ عشان يفكرهم اللي قالوه بالاعتراض الاولاني. هي حفلة تعمل في السنة. لو حضرتك عملت فرح بنتك وما عزمتنيش هزعل منك. صحيح. لاني بحبك جدا. صحيح. اللي بيحب ربنا يحج كل سنة لان يشترك في الحفلة. دي حفلة يوم في السنة.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم عبر قال وفد الرحمن، وفد الرحمن، الحجاج والعمار وفد الله. لا أشهدكم يا ملائكتي أني وقد تعني التأكيد، قد غفرت له. يا سلام. طب ليه الكلمة دي بتتقال ليه؟ حضرتك فكرتني كمان بكلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن اليوم ده، ويقول إن ربنا يباهي بأهل الأرض ملائكة أهل السماء. شايف؟ امال بنلبس ابيض ليه؟ الله. عشان الله.